السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب الأوطان دي حاجة ملهاش علاقة لا بالأنظمة الحاكمة ولا بالرؤساء ولا بالحكومات. حب الأوطان دي حاجة في الدم، حاجة في ضمير الإنسان، في عقله وفي قلبه. كل إنسان مرتبط بوطنه كارتباط الشجرة بالأرض. الفرق بين الإنسان والشجرة زي الفرق بين المحمول والتليفون العادي. التليفون العادي، التليفون الأرضي، لو اتقطع السلك بتاعه يموت، معلوش لازمة، موجود بس ملوش لازمة. برضو الإنسان لو ترك وطنه أو أبعد عن وطنه أو هاجر من وطنه بيبقى موجود وعايش وبيتنفس، ولكن يعني مفيش فيه روح، مفيش فيه حياة. فحب الأوطان ما ينفعش المزايدة عليه. حتى الأشقياء، حتى اللي بيسيئوا لأوطانهم في بعض المواقف بيحبوا أوطانهم برضه. المعارض بيحب وطنه، والمؤيد لحكومته بيحب وطنه، وصاحب أي فكر، صاحب أي عرق، صاحب أي لغة، صاحب أي دين بيحب وطنه. دي مفيش فيها فصال ولا يمكن المزايد عليه. ولكن يعني التعلق بالأوطان ده بيظهر في أوقات الشدة، في الأوقات اللي بتتعرض فيها الأوطان لأي اعتداء خارجي أو أي يعني ظرف طارئ أو أي كارثة أو أي قدر الله. بيظهر حب الإنسان لوطنه، أو إذا كان الإنسان ده اضطر إن هو يبعد عن الوطن لفترة ما. بتيجي بقى يعني الخلافات السياسية والأيديولوجية وما إلى ذلك بتدفع الناس للتشكيك في وطنية بعضهم البعض، ودي بتكون من أخطاء كبيرة جدا، لأن ربما اللي أنت بتشكك في وطنيته يكون أكثر وطنية منك. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أوطاننا جميعا يا رب. يوسف، جبت لك سطر البوية تمام. 20 كيلو.